شي حاجه اللي ايجابيه انا بالنسبه لي وما خصناش نرفضوها. تتبقى حاجه وحده، انا تنقول لكم بان معالجه القضايا القانونيه خاصها اجراءات قانونيه ديالها، والتعريفات هي فين عندنا المشكل. لان فاش يعطي القانون تعريف راه تيزيرك، راه ما تيعطيكش المساحه فين تلعب. مثلا اللي تيعرف شنو هو الصانع التقليدي بواحد 4 الفقرات، من غير هذا الشيء راه ما كاينش شي حاجه سميتها صانع تقليدي. اذن هنايا اما غادي نجلسوا على هذا الشيء ونراجعوه وتنقولوا له باننا حنايا ولكن راه تنازعوا في الفقره الفلانيه لان ذاك التعريف اللي فيها راه ما تيلائمناش ولا تبدل ولا ما بقاش خدام لنا، وراه ها علاش وها علاش وها علاش. شنو هو تيدير معاك؟ تيدير معاك قانون تعديلي بسيط. هادشي راه ما عندهمش شي فرش بالهم معاه. يعني حنا دابا اللي هازين هاد الجبل هما راه عندهم غير الحجره، تيجلس وتيقول لهم هاد الفقره نحيدوها وهاد الفقره نحيدوها. الصناعه التقليديه ما يفوق 4 الولايات. الصفه ديالي رئيس لجنه التواصل والاعلام في غرفه الصناعه التقليديه، والموضوع ديالنا هو هذا الحدث العظيم اللي هو هذا المعرض الوطني للجلد في النسخه ديالو الثانيه. في الحقيقه حنا كمسؤول على الاعلام حنا قايمين بواحد المجهود كبير وكبير بزاف. من بين المجهود كاين ملصقات، كاين سيارات، كاين تاكسيات كيحملوا اسم هذا المعرض الوطني للجلد اللي في الحقيقه كنفتخروا اللي حنا نزجنا هذا العمل بالمجهود ديال السيد الرئيس وبالمكتب المحترم ديالو، وبالمجهود ديال السيد الولي، والمجهود ديال الشركاء مجلس الجهه ومجلس العماله، واحد العدد ديال الشركاء في الحقيقه اللي مشاركين في هذا المعرض. لان الغرفه بوحدها ما تقدرش دير هذا الشيء، صعيب عليها الحال. هذا كيتكلف واحد ما يفوق واحد 240 مليون، راه ماشي سهله. غرفه ما عندهاش العين بصيره واليد قصيره، ولكن هاد الشركاء هما اللي شجعونا وهما اللي دعمونا ماديا ومعنويا بفضل الله ديالهم والمجهود ديال السيد الرئيس كما قلت بالمجهود ديال الاعضاء والمديريه الجهويه. يعني وصلنا لهذا المستوى هذا. وهذا المعرض الان هو ماشي معرض عادي، هذه تحفه فنيه. في المدرسه كتلقى المصنوعات الجلديه وحده كتنسك في وحده، وكاين عارضين من 8 الجهات في المملكه المغربيه اللي حتى هما عندهم منتوج في المستوى. ولكن اللي اثر عليا بزاف هي الطريقه اللي كيعملوا بها الاخوان ديال الدباغه وديال اللباطه. يعني واحد الطريقه انا تنقول داك اللباط وداك الدباغ اللي يطلب لك عطيه، راه تياكل من الصحه ديالو، تياكل من البدن ديالو. وكنتحدى اي مواطن عادي ولا اي بشر يهود لدار الدباغ وما يهربش بديك الريحه اللي فيها وبداك الظروف اللي كيعيش فيها داك الصنيع من دوك الناس اللي صوتوا علينا. البارح الا بغيتي تشوف غير المديريه الجهويه جابت واحد الجيش باش تسجل الناس. رئيس اللجنه مع العلم راه كاين مكتب الدراسات اللي كان مخلص على هذا الشيء، وكانوا الاعضاء كيخدموا بدون مقابل. المدينه الجميله هي مدينه اليوم ولا تيقول له سير تشتغل. كاينه واحد لاباسا بين المديريه وبين شي كاين في نسخته كاين شي المقاطعه كتقول له مقاطعه اسير ديال التشطيب، كيمشي للغرفه كيقول له عندك المؤشر طالع. اش غيدير هذا المواطن؟ منتهى الرؤيه الى تنميه اكبر. هنا سيدنا شاف واحد بطبيعه الحال هذا الشعار كيعطينا واحد العدد ديال الدلالات دائم ديالنا هو الله الوطن الملك. فلذلك انا وراء سيدنا في كل حاجه. سيدنا ما تيدير الا الصناعه التقليديه في ولكن الحكومه بكل صراحه راه سالبه، ما عرفت ما دير، كتقول كلام وكتخرج كلام. ملك البوطيين حنا غير يبينوا لنا راه شنو غادي نتبعوا. مشكورين. اما بالنسبه وكذلك الاخوان الموظفين بالنسبه للغرفه راه تيحيدونا الصلاحيه بشويه بشويه بشويه. مشكورين كذلك على المجهودات ديالهم. حتى ذاك المواطن عادي. انا صنعت يدي مع الخياط ما يفوق 50 سنه. انا في عمري 51. فاطمه فلفولي رئيسه اللجنه الماليه ديال غرفه الصناعه التقليديه لجنه الناس.
نظمنا المعرض الوطني ديال الجلد الدوره الثانيه ديالو. كاين 120 رواق. الحمد لله الدوره الاولى كانت ناجحه 90%، وكنتمنى ان شاء الله ان هذه الدوره هذه الثانيه تكون ناجحه 100%. هذا المعرض هذا ارتأى المجلس واللجنه ديال التكوين في المجلس ديال الغرفه الصناعه التقليديه انهم ينظموا دورات تكوينيه في المجال ديال القانون 5017 ديال الغرف، وغنظموا ان شاء الله عاوتاني دوره تكوينيه للصناع التقليديين في هذا المعرض هذا باش يستافدوا ويعرفوا شنو عندهم وشنو عليهم. ودرت واحد الدوره تكوينيه للاعضاء ديال غرفه الصناعه التقليديه مع الناس ديال دار الصنيع. عطاونا البرنامج ديالهم اللي كاين دابا في 2004. واخيرا كنجدوا الشكر ديالنا باسمي الخاص وبجميع الاعضاء بما فيهم الرئيس رجال الصحافه اللي تبارك الله تحملوا مشقه الحضور معنا وكيسجلوا لنا هذه الكلمات المتواضعه ديالنا. ختاما أصالة عن نفسي ونيابة عن جميع الأعضاء ديال الغرفة بما فيهم السيد الرئيس المحترم كنجدوا الشكر ثم الشكر الجزيل للسلطات المحلية اللي مدت يد العون لهذه الغرفة. وكان هذا المشروع إن شاء الله اللي هو معرض ديال المصنوعات الجلدية الدورة ديالو الثانية واحد النجاح إن شاء الله، نجاح باهر إن شاء الله الرحمن الرحيم. هذا من فضل الله وفضل السلطات المحلية مرة أخرى أقولها، وعلى رأسهم السيد الوالي من هذا المنبر كنجدوا له الشكر. كذلك بالمناسبة ما تفوتنيش الفرصة بصفتي كصانع، السيد الوالي دار واحد المجهود كبير هو الناس اللي معاه الله يخليهم لخدمة هذا الوطن تحت القيادة ديال جلالة الملك، أنهم حلوا واحد المعضلة النقل الحضاري داخل المدينه ديال فاس. واقولها مره اخرى كنشدوا الشكر للسيد الوالي، كانت الالتفاته ديالو طيبه ونوعيه شيئا ما. الناس سنين ولهذه المدينه ولا الصناع كيعانيو عده اكراهات ومعوقات بخصوص تنقل المصالح ديالهم والمحلات ديالهم. فمره اخرى الشكر للجميع سلطات محليه ومنتخبون وكل الشركاء اللي هما كانوا شركاء معنا في هذا الميدان هذا مع غرفة الصناعة التقليدية، جهة فاس، مثل جماعة فاس، مجلس العمالة. فالشكر موصول للجميع وشكرا لكم. الفيديو ما تنساوش ديروا لايك وتشاركوا في قناة وطني 24 وتفعلوا خاصية الجرس باش توصلوا بكل جديد.